أول فترة في الجواز وأول مشاكل الجواز والخلافات اللي بتحصل بين الزوجين في أول الزواج لازم نكون واخدين خلفية عنها، ولازم نتخطاها علشان نقدر نكمل الحياة بدون مشاكل وبدون أي تعقدات. بس قبل كل حاجة، لو انتوا أول مرة تشوفوني، أنا ياسمين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطولي لايك وشير وتفعلولي الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتي. أول فترة في الزواج وأول حياتنا بنبقى مبسوطين جدا، وبيت جديد وحياة جديدة ونظام وحب ولفلفة وفي كل حاجة كويسة جدا. بس بعد أول شهر من الزواج بتبتدي تظهر خلافات بسيطة بين الزوجين. أول فترة في الزواج لازم مثلا لما الزوجة بقى كانت بتاخد الأمر من مامتها أو باباها، وممكن تنفذه وممكن لا، لان هي بتدلل عليهم. بس الزوج حاجة تانية خالص، الزوج بيبقى بيفرض الامر وعايزه يتنفذ. فاحنا اول يوم جواز لازم اتخطى ان انا مثلا اقول ايه ده، هو بيكلمني بالاسلوب ده ليه، هو بيتأمر عليا كده ليه، هو بيأمرني ازاي. فانت لازم تفهمي ان هو ده الطبيعي، ده عند اي راجل بعد اول ايام الزواج. بعد كده خلاص بقى شبع منك، فبيبتدي عايز يشوف طلبات بيته بقى ويشوف مسؤوليته، لان انت خلاص بقيتي مسؤولة منه. فايه اول فترة جواز بتبتدي تظهر بقى ايه اوامر الزوجة بتتضايق منها جدا. ايه ده، هو بيكلمني كده ليه؟ انزلي هاتيلي اكل كذا، انا اطبخي لي النهارده كذا، اعملي لي كذا. هي واخده فكره عن الجواز حاجة غير كده خالص. واخدة فكرة الجواز ان هي هتعيش في بيت جميل، هنجيب اكل جاهز من بره، هنخرج كل شوية في عزومات، هنخرج كتير، هنروح عند اهله، عزومات عند اهلي. اول شهر تمام، وبعد كده هو بيبتدي ان هو نفسه بقى ياكل من بيته، ويبتدي ان هو يوفر علشان في فرد جديد زاد في عيلته، ان انتي ظهرتي في عيلته مسؤولة منه اكل وشرب وكسوة وكل حاجة. وكمان في عنده بقى مستلزمات بيت، نور، كهرباء، الحاجات دي طبعا. فاحنا لازم ايه تاخدي او اعملي الاكل لازم بقى نستجيب للموضوع انا مش متجوزة علشان العب وهزر، لا، انا ببني بيت وببني اسره، وعايزه اوفر وعايزه ادبر علشان مثلا اشتري مكان ملك بدل ما انا عايشه في ايجار. الحاجات دي طبعا بتبقى بعيده عن الناس خالص. فلازم ايه ان انا احاول انفذ اوامره باسلوب كويس. وبرضه بقول للزوج انت تحاول تطلب الامر باسلوب كويس وباسلوب كويس علشان تقدر هي تتقبله منك. طيب، تاني حاجة هي عدم العصبية للطرفين. انا مش هكلم طرف واحد بس، لازم ما تكونيش عصبية. مثلا اي حصل خلاف بينكم انتوا الاتنين، لازم يكون بالي طويل، ولازم اتغاضى زي ما كنت بتغاضى ايام الخطوبة، واقول لا عشان انا بحبه، هو ده اللي انت بتحبيه وانت عايشة معاه في بيت واحد. فانا احاول اتغاضى شوية واقول حاضر ونعم، واحاول امنع العصبية دي جدا. مش عايزة مشاكل، مش عايزة صوت عالي، مش عايزة اي حاجة من ديت. تقولي ايه، تحاولي ان انت تنفذي الامر، وبعد كده باسلوبك انت وبكلامك الجميل وبسلوكك الكويس وفن تعاملك مع جوزك، هتقدري ان انت تقولي له بعد اذنك انا مش بحب تطلب مني حاجة بالاسلوب ممكن تغيرها، ممكن تعاملني باسلوب احسن من كده. فهتلاقيه الطبيعي ان هو لاقيك ان انت نفذتي امره، وفي نفس الوقت جيتي بعد وقت هادي وكويس وقلتي له على الرغبة اللي انت عايزاها، وهو بالتالي هينفذها، لانه هو مش عايز حياته يبقى فيها مشاكل، وعايز يكمل بسبب ضغوط الحياة والغلاء والحاجات كتير. تمام كده بقى، خلصنا من تاني حاجة، المسؤولية. لازم اكون زوجة قد المسؤولية. تمام، يعني ايه قد المسؤولية؟ انا مثلا هو يروح شغله وسايبني في بيته، انا لازم انظف بيتي، اجهز اكل، احضر، اجهز نفسي، ازوق نفسي، احط ميك اب بيرفكت، واعمل اكلي، واستقبل جوزي لما يجي بعد يوم شق وشغال وتعبان بره. فانا لازم اجي استقبله استقبال كويس، واخده بحضني كده اول ما يخش من الباب،
وحشتني يا حبيبي، البيت كان وحش من غيرك، انا عملت لك كذا وعملت لك كذا، ادخل خد حمامك عقبال ما احضر الاكل. هتلاقي حياتك كلها بقت جميله طالما انت تديها كده بالجمال دوت وبالروعه ديت، ويخش يلاقي بيته نظيف وحياته جميله ويلاقي زوجته جميله. فدي طبعا حاجه مش هتخلي فيه اي مشاكل خالص في الزواج، ولا في خوف خالص من الجواز خالص. ما تخافيش جدا يعني بجد، الحياة هتبقى جميلة. بس انت حاولي تتغاضي اي حاجة، وفي وقت روقان وفي وقت قاعدة كويسة تبتدي ان انت يعني تفهميه انت ما بيعجبكيش ايه وبيعجبك ايه. تمام كده، احنا قلنا تلات حاجات. طبعا قلنا اوامر الزوج، تحمل المسؤولية، عدم العصبية. طبعا لازم يكون في تعاون متبادل بين الزوجين. لازم يكون في تعاون متبادل بينا. ازاي؟ يعني انا مثلا اساعده، اصحيه الصبح، اقول له لو هو بيفطر، لو هو بيشرب اي حاجه اصحيه واحضرها له، واجهز له ملابسه، واستقبله لحد خروجه من الباب ويروح شغله. كده انت بتعينيه وبتتعاوني معاه ان انت بتساعديه ان هو يروح شغله، وبالتالي هو لو جه من الشغل في مره ولقاكي تعبانه هيطلب اكل جاهز، هيحس بيكي كده. ده اسمه تعاون. مثلا وقف معاكي في المطبخ، عمل شويه سلطه، عمل اي حاجه، اتكلمتوا مع بعض، هو ده التعاون المتبادل بينكم. طبعا واخر حاجه طبعا كثرة الشكوى. يا ريت يا ريت منع باتا الشكوى دي خالص، ولا اشتكي لمامتي ولا اشتكي لاصدقائي ولا اي حاجه. يا ريت اول ما بنخش باب بيتنا كده في اول يوم جواز بنقعد مع بعضينا وبنجهز كل كلامنا. ويا ريت اقول له مثلا انا هو ما بيحبش يعني كلامنا ما يخرجش بره البيت، سواء انتي او هو. ما نشتكيش خالص، ما نشيلش اي حد مننا ولا تشيلي حد من زوجك عشان الحياة تستمر. فلازم بقى تسمعي كل النصائح ديت وحاولي تعملي بيها، وحاولي تتغاضي اي حاجة بحيث انك تقدري تعيشي حياة كريمة وحياة سعيدة. وبجد امنعوا منعا باتا كثرة الشكوى جدا، بتحصل خلافات وبتكبر المشاكل. فلازم تكوني ست وقد المسؤولية، وعرفتي يعني تديري بيتك في كل امورك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك وشير وتفعلوا لي الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهاتي. وانتظروا باذن الله فيديوهات كتير ونصائح كتير. يا رب فيديوهاتي زي دي كده تعجبكم، ويا رب يعني تستفادوا منها، واكون قدرت اوصل لكم بعض الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.